Good evening, I'm Tim Caputo. What happened to Jennifer Dulos? History that is gaining national attention. Theory as to what may have happened to her. People say the spouse did it. I know, but... Sunday, May 24th marked 1 year since Jennifer Dulos disappeared. Tonight, we go back to the beginning. Mother of 5 missing for days now. The search is expanding for this mother. She has 5 children and she's been missing for nearly a week. Well, now we are wrapping up day 10 in the search for a missing Connecticut mother. As disturbing new details in the case are coming to light. Possible new evidence that may point to foul play. بطلة قصتنا اليوم هي جينيفر باربرا. رغم الشهرة والغنى اللي كانت فيه إلا أنها كانت متواضعة بزاف. أي واحد شافها ولا هضر معها ولا عرفها كان كيقول عليها شخصية هادئة ولطيفة، وطول حياتها كانت كتحلم تخدم كاتبة. حتى دخلت الجامعة وتخرجت منها سنة 1990 وخدت ماستر في الكتابة من جامعة نيويورك، ودارت مدونة خاصة بها في الانترنت، وخدمت ككاتبة مستقلة فيها، وكانت كتكتب على اليوميات ديالها والحياة ديالها الخاصة والتجارب ديالها في الحياة. إيوا نقول لكم خليكم معايا في القصة وركزوا معايا، أعطيني ودنكم وعينيكم وعطوني كل الجوارح ديالكم، لأن التفاصيل ديال القصة غريبة بزاف وبغيتكم تستوعبوا كل التفاصيل، حيت في الأصل يمكنش العقل يستوعبها، وتحداكم أنكم تعرفوا التفاصيل ديال الأحداث، ما غاديش تعرفوها حتى النهاية ديال القصة. إيوا منطول عليكم ونقول بسم الله ونبدا القصة. في سنة 2003 وبالصدفة لاقت مع واحد الشخص كان صاحبها من أيام الجامعة، سميتو فوتوس دولوس. فوتوس كان رجل أمريكي يوناني، وكان سابق جينيفر بعام في الجامعة. جينيفر بين عليها كانت مهتمة بيه شوية أكثر من اللازم. تزاد فوتوس تركيا وتربى في اليونان، وهاجر لأمريكا في سنة 1986. من بعد ما تخرج من الكلية خاد ماستر في إدارة الأعمال، ويمكن كانت شخصيته متفتحة شوية أكثر من جينيفر اللي كانت منطوية على راسها بزاف، وهذا الشيء بلا ما نهضروا عليه على أنه فاز ببطولة التجلج على الماء، وهذا الشيء كان كيفتخر به فين ما مشى. من بعد تلاقاو جينيفر وفوتس بالصدفة، حدوا ميعاد آخر باش يتلاقاو في نيويورك. في الوقت اللي تلاقاو فيه جينيفر وفوتس كان فوتس مجوج، وجينيفر كان فرحانة بزاف من نهار شافته، ومن تماك بدات كتهضر معاه بزاف، وحتى في المدونة ديالها كتبات أنها فرحانة وحاسة بالانجذاب ليه، ماشي غير حيت أنه إنسان كوميدي أو فني، ولكن حيت أنه كان زوين وذكي بزاف. من بعد ما تعلقوا ببعضهم تزوجوا في سنة 2004 في شهر غشت، ولكن فاش تزوجوا كان غير شهر واحد اللي داز على الطلاق ديال فوتس من مرته الأولى. تقريبا كان عندهم مشاكل من قبل، يعني ميمكنش نقولوا أن جينيفر كانت هي السبب. من اللي تزوجوا مشاو سكنوا في واحد المنطقة راقية بزاف. فوتس قرر يدير شركة ديالو الخاصة في مجال التطوير العقاري والبناء الفيلات الفخرة. مع الوقت بدات الشركة ديالو تكبر وتنجح شوية بشوية حتى حياتهم ولات مستقرة، وقرروا يجيبوا وليدات. خلفوا 5 ديال الأطفال، 2 توام ولاد ومن بعدهم التوام ولد وبنت، وآخر حاجة كانت بنت. بما أن عائلة كبرات فوتس كان خدنا في مجال البناء المنازل الفخرة، بنى لهم قصر كبير تقريبا فيه 12 غرفة ومكتب كبير ومسبح وجيم، واشترى 4 سيارات. جينيفر قررت تولي ربة البيت وتفرغ راسها لتربية الأولاد، ولكن الوقت كانت مازال كتكتب في المدونة ديالها. فوتس كان باغي الأولاد ديالو يبداو يلعبوا الرياضة، حتى فاش كان مازالين صغار كان كيضغط عليهم باش يلعبوا الرياضة. أول واحد فيهم ملي وصل 6 سنين وبدا كيدخلوا في المسابقة الدولية في التزلج على الماء. في البداية أولاد كان عاجبهم الحال وكان كيدوزوا غير اللعب، ولكن مع الوقت الموضوع ولا إجباري وكيدوز بالضغط كبير، وبدات تبان عليهم علامة التعب والإرهاق من كثرة التدريب. جينيفر حاولت تهضر مع فوتس بزاف باش يخفف عليهم شوية، ولكن كل مرة كتفتح مع الموضوع كيتصب عليه وكيتنفرز، وكيوقع بيناتهم مشاكل وخناقات كبيرة. فوتس كان عصبي بزاف، ومع مرور الشهور مشاكل كثرت بيناتهم، ومع هذا الشيء فوتس بدا يسافر بزاف ويخلي ولادو بوحدهم. ايوا في 2016 سافر فوتس لمدة 10 أيام وخلى جينيفر وولادها بوحدهم، ولكن فات 10 أيام جينيفر حست بالراحة بزاف، عمرها حساتها من 2004 منين نهار تزوجت، عمرها حست بهذه الراحة وقدرت تشم النفس ديالها.
يعني لا كاين لا مشاكل ولا خناقات ولا صداع ديال الراس. ملي راجلها سافر هاد لمدة 10 أيام اللي هو فوتس. إيوا في يونيو سنة 2017 فوتس مشى يتجلج على الماء وتلاقى مع ميشيل دراكونيس، واحد السيدة من فنزويلا. ملي هضر معها حس أنهم عندهم بزاف ديال الحوايج مشتركة كتر من اللي بينه وبين جينيفر. وأهم حاجة أن ميشيل كانت رياضية بحالو، والمشكل أن ميشيل ما كانش عارفة أنه باقي متزوج بجينيفر. كان كتحسب أن علاقتهم سالات وطلقوا، ولكن هذه في الأول فقط، حيت مع الوقت غتعرف الحقيقة. ميشيل غادي تكون السبب المشاكل كلها اللي غادي تجي من بعد. ميشيل كانت معجب بزاف فوتس وحتى هو كان معجب بها، ولكن مع الوقت جينيفر بدات كتحس ان شي حاجه ماشي هي هذيك. بدات تشك ان فوتس كيخونها، قررت تواجهه بالموضوع وتقريبا ما حاولش ينكر واعترف لها بشكل وجيه بانه كيخونها. جينيفر كانت مصدومه، ما كانش مصدقه الكلام اللي كيقول، وكان كيهضر معها بلا ما يراعي المشاعر ديالها. في 19 يونيو 2017 جينيفر سافرت في رحله لنيويورك مع ولادها والمربيه ديالو، ولكن هذه الرحله كانت بلا رجوع. مشاو وما رجعوش. باش تاخروا فوتس بدا كيتقلق بزاف وبدا كيتصل بجينيفر ولكن ما كتجاوبش. عاود يتصل بالمربيه ولكن حتى هي ما كتجاوبش، وكان كيبعث لهم الرسائل كيشوفوها وما كيجاوبوش ما كيردوش عليه. فقرر يتصل بالشرطه ويبلغ باختفاء مرته وولادو، حيت مشاو لنيويورك وما بقاش قادر يتواصل معاهم. اتصل بالشرطه وحكى لهم كل شيء، ولكن بعد تبين ان جينيفر ما كانش مختفيه، هي غير هربت من الدار مع ولادها والمربيه وكرات دار اخرى باش تعيش فيها، ورفعت الدعوه ديال الطلاق عليه. فاش عرف من الموضوع قال مع راسو خليها تمشي الموش الطابه، واتصل هنا بميشيل باش تجيب بنتها وتجي تعيش معها في الدار. ميشيل اصلا كانت متزوجه قبل وانفصلت وعندها بنت، ولكن في المحكمه جينيفر كانت خايفه بزاف منه وقالت انه اكيد غادي ينتقم منها على هادشي اللي دارت له، وفعلا بدا كيهددها انه غادي يختطف منها الاولاد، ولكن كان ديما كينكر هادشي. موراها دار طلب الحضانه ولكن الولاد رجعوا لجينيفر، حيت المحكمه لقات انه عايش مع ميشيل في الدار، وهذا الشيء مخالف للقوانين، حيت ميشيل ماشي الام ديالهم. من بعد فوتس حاول مره اخرى يطلب الحضانه، ولكن في 17 ماي 2019 ترفض ليه الطلب مره اخرى، وهذه المره بقى معصب بزاف حيت ما قدرش ياخذ الاولاد، بحال الا دخل الحرب. نهار 24 ماي كان عند جينيفر نهار عامر بالمواعيد، وكان خاصها تمشي للطبيب مع 11، من بعد عندها موعد اخر مع الوحده، ولكن قبل كل شيء كان خاصها توجد الاولاد وتوصلوا للمدرسه، وخمسه ديال الاولاد ماشي ساهلين، كان المفروض انهم يخرجوا من المدرسه مع الوحده، ولكن حيت عندها مواعيد طلبات من المربيه تمشي تجيبهم، والمربيه كان خاصها توصل للدار مع 11:30 باش ترتب شويه ديال الحوايج ومن بعد تمشي تجيب الاولاد. ولكن فاش دخلت المربيه للدار لقات السياره اللي كانت غادي تستعملها جينيفر باقا موجوده، وهي كانت قالت لها انها غادي تخرج بها، وكانت من نوع رونج روفر، ولكن في نفس الوقت لقات السياره الثانيه ما كايناش. فالمربيه ما شكاتش بزاف وقالت مع راسها يمكن تكون خرجت بهذه السياره اخرى، ولكن ملي دخلت للدار لقات المحفظه ديال جينيفر طايحه في الارض، وهذا الشيء ماشي طبيعي نهائيا. حتى الكاس ديال اتاي ديال جينيفر لقاتو باقي محطوط كيف ما هو في الطابله، وهذا الشيء ماشي من العادات ديال جينيفر، حيت جينيفر ديما كتجمع وكتنقي كل شيء من وراها. لورين اللي هي المربيه ملي دخلت تجيب المناديل باش تنظف لقات غير 2 باكيات ديال المناديل، مع العلم ان البارح كانوا كاينين 12 حبه ديال المناديل. فمعقول جينيفر استعملت 10 الباكيات ديال المناديل غير من البارح حتى الصباح؟ ما بقاش تفكر بزاف وكملت خدمتها، وقررت تمشي تجيب الاولاد من المدرسه. وكان المفروض ان جينيفر تتصل بها مع 12:45 باش تطمئن وتشوف واش الاولاد خرجوا ولا باقي، ولكن ما اتصلاتش. لورين بقات كتسنى حتى ل2:30 والو ما اتصلاتش. قررت هي تتصل بها ولكن ما كاين حتى رد، حتى وصلت 4:30 جينيفر ما اتصلاتش، لا رسائل لا مكالمات لا والو، رغم ان معروفه انها ديما كترد من اول رنه. هادشي بدا كيكون غريب بزاف. لورين تواصلت مع صحاباتهم كاملين وسولاتهم واش عندهم شي خبر عليها ولا لا، ولكن حتى واحد فيهم ما كان عارف حتى خبر عليها. حست بالقلق، وبما ان الوقت بدا كيتاخر
قررت تاخذ الولاد وتمشي بهم عند جداتهم اللي هي الام ديالهم جينيفر. هي الام ديال جينيفر وكانت عايشه في نيويورك، ولكن المفاجاه كانت حتى الام ديالها ما كانتش عارفه عليها حتى حاجه، ما كانتش عارفه فين كاينه جينيفر. الكل شيء بدا كيتوتر حتى من الصباح ما كاين حتى خبر عليها. واخيرا مع 7 ديال الليل قرروا يتصلوا بالبوليس باش يبلغوا على الاختفاء ديالها. فالتوقيت كانت جينيفر كان عندها 50 عام، والشرطه خدت الموضوع بجديه من اول لحظه، حيت كاينه شي حاجه غريبه ماشي طبيعيه نهائيا. حيت عندهم امراه راشده وعاقله وعندها الفلوس وماشي من النوع اللي غادي يهرب ويخلي كل شيء من وراه، وعندها اولاد متعلقين بها بزاف وعمرها ما تقدر تبعد عليهم ولا تخليهم وبهذه الطريقه نهائيا، لانها ما خدت معها لا شنطه ديال السفر لا والو، والمحفظه ديالها لقاوها مرميه في الدار، يعني خرجت بلا بها. شي حاجه غريبه كاينه في الموضوع، وكان واضح من الاول ان هذا الشيء ماشي غير اختفاء عادي. بداو البوليس في البحث من الدار ديال جينيفر، وبالضبط من الكراج، فين لقاو بقعه حمراء داكنه في الارض، وكان كاينين نقاط حمراء ناطره بحال الدم على سله المهملات، ولكن كان بين ان شي واحد حاول ينظفها، وداك الشيء خلى البوليس يعتبروا الكراج هو المسرح الجريمه. صدوا الدار من جميع الجهات وبداو الفحص ديال كل حاجه باش يعرفوا الحمض النووي ديال اي واحد كان في الدار. وخلال البحث لقاو الطوموبيل ديال جينيفر قدام البارك اللي كانت بعيده تقريبا غير 10 الامتار عن الدار ديالها. فقرروا انهم يديروا بحث موسع في الحديقه اللي كانت مساحتها 300 فدان، وكل مراكز الشرطه في المنطقه تحالفوا مع بعضهم وزياده على المكتب التحقيقات الفيدراليه، وبداو البحث بالكلاب البوليسيه في الارض وفي الجو بالطائرات، حتى الغواصين دخلوا في البحث لان العائله كانت ثريه وكانوا محتاجين يبلغوا فوتس اللي وقعت جينيفر. مشاو للدار ديالو اللي كانت بعيده تقريبا ب 10 كيلومتر عن دار جينيفر، وقال لهم انه ما كلمهاش ولا شافها ولا كلم الاولاد طول اليوم. وملي سمع الخبر بقى متوتر بزاف ومقلق، وقرر يروح معهم لمركز الشرطه باش يساعدهم في البحث على جينيفر. في الصباح اليوم الموالي القصه وصلت لوسائل الاعلام، وصديقتها كاري كانت هي المتحدثه الرسميه باسم العائله لكل وسائل الاعلام، وقالت ان حاسه ان شي حاجه غريبه وقعت لها، وان لازم يكون عندهم قلب قوي، واي واحد عنده معلومات على المكان ديالها او الاختفاء ديالها يقدر يتصل بالشرطه ويساعدهم في البحث. الناس بداو كيتابعوا القضيه، وكل وسائل الاعلام كانت كتحول كيفاش الام عندها 5 ديال الاطفال تقدر تتركهم وتختفي بهذه الطريقه. عدد كبير من الناس طوعوا باش يبحثوا على جينيفر، ووزعوا منشورات فيها الصوره ديالها والمعلومات ديالها والبيت ديالها. ووالده جينيفر خدات عطله من العمل باش تهتم بالاطفال وتراقبهم، خصوصا باش فوتس ما يتواصلش معهم، وغادي نعرفوا الخبر من بعد. ايوا ملي وصل الليل فوتس كان مطلوب في مركز الشرطه باش يكمل التحقيق معاه، وكان حاطط المحامي ديالو ديما على الموبايل مع المحامي الجنائي. المحامي ديال فوتس قال للشرطه ان فوتس ما غاديش يجاوب على اي اسئله في ذاك النهار، وهذا الشيء كان غريب جدا بالنسبه للشرطه، لان فوتس في المره الاولى اللي قابلوا فيها قال لهم انه مستعد يساعدهم بزاف وراح معاهم المركز، وكان طبيعي وما كانش عنده مشكل يتعاون معاهم، ولكن هذه المره لا. باش يبداو التحقيق مزيان قررت الشرطه دير تفتيش الموبايل ديالو، وطلبوا امر التفتيش للدار ديالو والسياره، وقدروا يوصلوا البطاقه الانتمائيه ديال جينيفر والحساب البنكي ديالها باش يتاكدوا منه، وقدروا حتى يوصلوا لتسجيلات الموبايل ديالها، ولقوا انه ما كانش في اي نشاط من الصباح حتى النهار ديال الاختفاء ديالها. واحد من الجيران عطى الشرطه لقطات من الكاميرات المراقبه، وكان بين في الفيديو ان جينيفر خرجت من الدار بالسياره ديالها هي رينج روفر مع الساعه 7:57 دقيقه باش توصل الاطفال للمدرسه، ورجعت للدار مع الساعه 7:05، يعني خرجت تقريبا 7 دقائق فقط. من بعد الساعه 10:25 دقيقه شي واحد خرج العربيه ديال جينيفر من الكراج وحطها برا، ولكن ما كانش معروف شكون هذا الشخص اللي خرج العربيه وحطها برا لانه ما كانش بين في الكاميرات. باش يتاكدوا اكثر تبعوا سجل الموبايل ديال فوتس باش يعرفوا واش كان في الكراج في ذاك الوقت ولا لا. لقاو انه خلى الموبايل ديالو في الدار، وهذا ما كيمنعش التهمه عليه لانه ممكن يكون خرج وخلى الموبايل ديالو في الدار، ولكن سجل الموبايل ديالو كان فيه حوايج غريبه، حيت تبين انه دخل واحد الشارع الساعه 7 ديال الليل وقف فيه بزاف داك الشارع. من بعد قررت الشرطه تسول لورين المربي ديال الاطفال باش تعرف واش كانوا كيعيشوا مع بعضهم مشاكل ولا لا. قالت لهم انه كانت مشاكل كبيره وديما متكرره، وانه ديما كانوا كيتشاجروا كل نهار، وهذا الشيء خلى جينيفر تدخل في اكتئاب. فوتس كان ديما فقد الاعصاب ديالو، ولكن كانت النقطه اللي زدت عليهم هي ملي عرفت بعلاقته مع ميشيل
اللي كانت باغا تسكن معاهم وتعيش معاهم في الدار مع جينيفر وتجيب بنتها معاها. جينيفر طبعا ما عجبهاش الحال وما بغاتش، وكانت عارفه ان غتنوض مشاكل كبيره الا جات سكنت معاهم ميشيل. هنا عرفت ان فوتس شرا مسدس وحست بالخوف لانه ما قال له والو عليه، وبانه حط داك المسدس في البيت ديالو. من بعد هذا الشيء بداو كيتعاونوا مع شرطه هورتفورد وجمعوا فيديوهات من الكاميرات المراقبه في المنطقه اللي مر منها فوتس، وطلبوا من الناس اللي عندهم شي لقطات يبعثوها لهم، وقدروا يجمعوا بزاف ديال الفيديوهات من الكاميرات المراقبه من اماكن مختلفه، ولقاو ان التوقيت ديال الوقوف ديال السياره ديال فوتس في هذه الفيديوهات متزامن مع التوقفات اللي كان دارها في السجل ديالو، وظهر انه وقف 30 مره في مواقع مختلفه على طول 6 كيلومتر. والرقم هذا قياسي لان العربيه ما غاداش تكون خسرت 30 مره وخلاته يوقف 30 مره. ملي كانوا كيراجعوا الكاميرات لقاو ان فوتس كان كينزل ويرمي كيس في السله ديال المملة في الشوارع، تقريبا رمى 30 كيس في كل مره كان كينزل يرمي فيها كيس في الشارع. في واحد الفيديو ظهرت واحد البنت خارجه من السياره ماده غير يديها من باب ديال الركاب، وكانت تحط يديها على الرصيف وكان شكلها متطابق مع ميشيل. الشرطه بدات البحث فوري في الصناديق ديال القمامه، الله عسى تلقى دليل باش يدين فوتس، وقدروا يلقاو كيسين كان فيهم مناديل ديال الورق ديال المطبخ واكياس بلاستيك ومقبضه ديال المكنسه وملابس نسائيه كلها دم، ومنها الحمض النووي كان ديال جينيفر وفوتس وميشيل. ولقاو حتى لوحات الارقام المعدنيه اللي كانت كتعلق قدام السياره ديالو او حتى الدراجه الناريه. بداو يشكوا انه كان كيحاول يموه الناس بالارقام ديالو. ملي بحثوا على الارقام ديال هذه اللوحه لقاو انها مسجله باسم فوتس. وهنا بدات رحله البحث في مكب النفايات في هورتفورد اللي دامت 3 أسابيع متتاليه، كيبحثوا تقريبا في 60 طن من القمامه، وطبعا كانوا متوقعين بلي غيلقاو جثه جينيفر، ولكن بعد البحث الطويل ما لقاوش ولا حاجه. فقرروا يسولوا ميشيل. ملي تكلموا معاه قالت لهم ان فوتس كان معايا، وملي صحى الصباح خد دوش وخرج باش يقابل الصديق ديالو كينت اللي هو المحامي ديالو السابق، وما شافتوش حتى الساعه 1 ديال الظهر. من بعد تلاقاو طلب منها تعاونوا باش تنظف واحد الشقه اللي كان غادي يبيعها لواحد العميل. الشرطه استغربت بزاف، كيفاش شركه كبيره بحال شركه فوتس عندها فيلات وديور فخمه، هو اصلا راه غني وما قادرش يجيب شي واحد ينظف في الدار باش يسلمها للعميل، وجاب نفسه ينظفها هو ميشيل. المهم ميشيل كملت لهم. من بعد ما كملوا التنظيف عرض لها قال لهم نمشيو لشي ريستورون نتغداو فيها. هي قالت لي اوكي نمشيو. قالت لهم انا غادا معاه وهو كان كيتوقف في الطريق، ولكن انا ما كنتش عارفه شنو كان كيدير. حتى واحد اللقطه خرج باش تلصق واحد العلكه في الرصيف وبان لي كيرمي الاكياس، ولكن انا ما ديتش فيه شنو كان كيدير لانني كنت ماسكه الموبايل ديالي ومش مركزه معاه في هذه الامور هذه. ولكن هي اكدت ان الاشخاص اللي في الفيديوهات في الكاميرا كانوا هما اللي كانوا مراقبين، كانت هي وفوتس. ايوا في 1 يونيو 2019 تم القبض على ميشيل وفوتس بتهمه التلاعب بالادله واعاقه العداله، ولكن ما كانوش متهمين بالقتل في هذه المرحله. بعد يومين خرجوا بكفاله حيت عندهم فلوس بزاف، ولكن الشرطه منعت فوتس من انه يتكلم مع ميشيل او حتى يشوف ولاده. عائله جينيفر كانت فرحانه بزاف بهذا القرار، وكانوا فاكرين ان العداله غتتحقق اخيرا. قررت تاخذ بنتها وتخرج من الدار ديال فوتس وتستاجر شقه جديده حيت ما كانش مسموح لهم يتكلموا مع بعضهم. قرار من الشرطه. بعد ما خرج فوتس عمل لقاء تلفزيوني وكان غريب بزاف، وتكلم كيفاش وسائل الاعلام حولته الى وحش. هو كان انسان بريء، يقول لهم انا بريء ما عملت حتى حاجه، نتوما حولتوني الى وحش. سمعوا شنو كان كيقول. As a monster. As a monster. Yes. And that is because of the information that has come out, and I cannot speak about what happened. So they take the narrative that they see from the arrest warrants and what is being reported in the press, and they draw their own conclusions. So I've already been convicted in their mind. كان التحقيق متواصل وما كانش عندهم ادله كافيه باش يتهموا فوتس بالقتل، ولكن الشرطه كانت حاسه انهم قربوا من النهايه ديال القضيه. استمروا في البحث ولقاو فيديو من الكاميرات المراقبه اللي كانت مسجله قبل الفجر يوم 24 ماي، ملي خرجت سياره حمراء قديمه واللي كانت ماشي ديال فوتس، ديال واحد من العمال ديالو. المحققين كانوا مقتنعين ان فوتس
خد السيارة من العميل وخرج من العقار، من واحد من العقارات ديال شركته. خرج فوتس حوالي الساعة 3:35 فجرا، وسافر بها تقريبا شي 20 كيلومتر في اتجاه الجنوب. يعني مشى للبيت ديال جينيفر في الساعة 5:57 دقيقة، وتشافت السيارة ديالو في الطريق ريفي قديم جنب واحد الحديقة. المحققين كانوا كيظنوا أن فوتس ركن السيارة تماك وجا معاه دراجة وكمل بها باقي المسافة إلى بيت جينيفر. وقف في الطريق الخلفي وكينتظر جينيفر ترجع من توصيل الأولاد المدرسة. أول ما رجعت جينيفر دخل الكراج ودخل وراها، وقع الاعتداء. من بعدها رجع السيارة حمراء إلى بيت فوتس الساعة 12:22. واكتشفوا الموضوع ديال السيارة من خلال الكاميرات ديال المراقبة، واكتشفوا أن السيارة نظيفة بزاف. وخلال التحقيقات وصلوا المحل ديال تنظيف السيارة واستوجبوا الموظفين تماك. الموظفين قالوا لهم فوتس جاب السيارة حمراء ونظفناها، وقال لنا غيروا لها مقاعد، وغيرنا مقاعد جداد، والمقاعد القديمة باقا عندنا، إلا بغيتوا تشوفوها تعالوا شوفوهم. مشاو شافوهم، لقاو فيها بقع ديال الدم على جنب المقعد ديال الركاب. قرروا حلوها ولقاو بأنها الدم ديال جينيفر. هنا تأكدوا بأن ميشيل كانت تورطها هي، لأنها كذبت عليهم وقالت لهم أن فوتس كان عندها وخرج مع 9 ديال الصباح. ماشي بعيد حتى الصديق ديالو كنت ممكن يكون تورط معاه. وهنا خرج التقرير اللي كأكد بأن الدم اللي لقاو في الكراج واللي على سلة المهملات هو الدم جينيفر، والدم كان في الأرضية وفي الملابس وفي كل شيء، حتى في السلة ديال المهملات اللي كانت في الشارع. وبناء على الكمية ديال الدم اللي كانت في مسرح الجريمة، التقرير صنف الوفاة كجريمة قتل عنيف. وزيدا على هذا الشيء الدم ديال جينيفر كان مختلط بالدم ديال فوتس، ولقاو الحمض النووي ديالو في مسرح الجريمة وعلى مقبض ديال الباب وعلى الحنفية ديال الماء. وهذا الشيء كان غريب بزاف، حيت فوتس ما كانش عايش معهم، لأن كان ذكرنا من قبل كانت جينيفر هربات ومشات عاشت هي وولادها واجرت بيت بوحدها، وما كانش معهم فوتس وما جارهمش في ذاك البيت. كيفاش وصل الحمض النووي في هذه البلاصه؟ المحققين قرروا يهضروا مع ميشيل مره اخرى باش يعرفوا واش متورطه معاه ولا لا، واعترفت لهم انها كانت عارفه ان البيت اللي نظفوه هو بيت جينيفر، ولكن فوتس خدعها وما قالش لها باللي هما نظفوا مسرح الجريمه. وقالت لهم كاع انا ما شفتوش ملي فقت مع الصباح، لقيت غير التليفون ديالو خلاه في الدار فوق الطابله، وفكرت بانه خرج مع تسعود. هادشي علاش خليتني نقول لكم راه خرج مع تسعود. ملي مشاو مواجهوه بالكلام اللي قالته ميشيل قال لهم انا ما عارفش، وقال لهم انه ما عنده حتى فكره على الموضوع ديال جينيفر. انا بريء من كل الاتهامات اللي كتقولوا لي عليها. And he grabbed me, he gave me a piece of paper over the toilet, the paper towel, and I put it inside where I had the bag of cleaning, what I was cleaning the house. Okay, did you see spilled coffee? No, I didn't see that. Did you see a coffee cup? No, because I didn't look inside the car. Did the paper towel smell like coffee? No, I didn't smell Well, it. but still, you're holding But- that coffee stinks. But I hold the paper towel, but I didn't smell it. I didn't see that. But even still, you didn't smell coffee. No. You know how coffee is when you smell it, it stinks. Yeah. Smell it. Yeah. This is Pavel's truck. Did you ever hear of something called luminol? Luminol is something we use to look at evidence, to see if blood was somewhere. When it hits the blood, it illuminates. What's all that? That's blood. And where do you think that belongs to? Who do you think that belongs to? Jennifer. If you know stuff that you're not telling us, No, I don't that's know. the man you're protecting, because that's I'm not sick. protecting him. I'm not protecting him. Okay. I said, and I really don't want to see him ever again. من بعد قررت الشرطة دير البحث وراء فوتس، واكتشفوا أن الشركة ديالو كانت فاشلة وعليها ديون كبيرة، وكان خد قرض القيمة ديالو 2.5 مليون ديال الدولار من الوالد ديال جينيفر باش يرجع الشركة يوقف على رجليها، ولكن ما قدرش. منين توفى الوالد ديال جينيفر في 2018 فوتس قرر ما يسدش القرض ديالو للأم ديال جينيفر. هنا اضطرات الأم ديال جينيفر ترفع عليه دعوة باش يرد لها الفلوس اللي ما بغاش يردهم. هنا لقاتو الشرطة أن عليه ديون 7 ملايين ديال الدولار ديال الناس أخرين. وهنا جينيفر كانوا داير الصندوق ديال الائتمان ديال الأطفال، القيمة ديالو 2 مليون ديال الدولار. ممكن هذا الشيء
هو السبب اللي خلاه باش يقدر يقتل، باش ياخذ الحضانه ديال ولادو، وبالتالي باش يقدر يتصرف في 2 مليون ديال الدولار. ايوا في 7 يناير 2020 تم القبض على فوتس وميشيل، ولكن في يوم التالي تم دفع الكفاله اللي كان 2 مليون ديال الدولار وخرج، ولكن بالشرط انه يرجع للمحكمه يوم 28 فبراير باش تبدا المحكمه ديالو. ودفعت ميشيل حتى هي الكفاله وخرجت، ولكن حطوها تحت الاقامه الجبريه. الشرطه دابا عندها بزاف ديال الادله ضد فوتس، ولكن مازال ما لقاوش الجثه ديال جينيفر. هذه كانت ممكن تكون ثغره كبيره له باش يهرب من التهمه بسهوله، وما كانتش المحكمه قادره تتهمه بقتل جينيفر. حتى اذا اتهمته المحامين ديالو كانوا غادي يسولهم في الجثه، يعني ممكن تكون جينيفر مازال حيه، وهذا الشيء كان غادي يسبب ليه الظلم. وبداو المحامين ديالو يلعبوا لعبه قادره بزاف، وكانوا كينشروا في الاعلام بان جينيفر انتحرت باش تورطوا في قتلها. ولكن كيفاش انتحرت؟ قالت الصحيفه انها اكتشفت الخيانه ديالو وكانت زعفانه من طريقه نهايه الزواج ديالهم. اما ميشيل قالت انها ما كانتش عارفه بانهم كانوا بينظفوا بيت جينيفر، وما كانتش عارفه ان فوتس كان كيرمي الاكياس في الصناديق قمامه، وقالت انها كانت مركزه في الهاتف ديالها وما كانتش مركزه معاه، مع ان في واحد من الفيديوهات بانت بانها كانت جالسه في العربيه وقالت بانها مدت يديها على الرصيف باش تخرج اللبان اللي كانت لاصقه في يديها. عائله ميشيل كانوا كيدعموها بزاف ومتاكدين انه ما عندها حتى علاقه بالجريمه، وان فوتس خدعها بكل شيء. تم تحديد الجلسه يوم 28 يناير. فوتس طلب من صديقته ميشيل انها تقابله قدام المحكمه، واتصل بها المحامي قال لها فين فوتس حيت لقى الوقت تاخر بزاف وما جاش لحد الان، وقالت له ان ما عندهاش فكره علاش تاخر. ولكن المحامي ديالو شيك على الجي بي اس ديالو حيت كان لابس جهاز التعقب، واكتشف انه مازال في الدار. عرف انه كاينه شي حاجه غلطه. المحامي ديالو طلب الشرطه وطلب منهم يشوفوا واش كاين شي مشكل. من وصلوا للدار لقاو فوتس جالس في العربيه ديالو وفي الكراج، وطلبوا الاسعاف. اكتشفوا ان فوتس كان جايب انبوب ديال المكنسه الكهربائيه قديمه وموصلها في الانبوب ديال السياره اللي كتطلع الدخان، وموصلها في العربيه. بطبيعه الحال كان كيستنشق كميه كبيره ديال اكسيد الكربون، وكان حاط الصوره ديال ولادو حداه. ولكن المسعفين لقاو انه باقي عنده نبض ضعيف، فقرروا نقلوه بسرعه للمستشفى. بقى يومين في المستشفى بدون اي استجابه، استدعوا اولاده باش يودوه حيت ما كانش كاين امل انه غادي يفيق. فصلوا عنه ازيد دام الحياه ومات. منين انتحر خلى رساله وكتب فيها جزء منها، كان كاتب انه رافض نقضي ساعه وحده في السجن على حاجه ما عندها حتى علاقه بها. بعد وفاته تم اسقاط التهمه عليه، واللي لحد اليوم اخته والمحامي ديالو كيديروا كل شيء باش يثبتوا براءته، وكيعتقدوا ان الانتحار ديالو كان دليل على براءته وانه ما حبش يتسجن ظلما. اما عائله جينيفر فهم كيعتبروا الوفاه ديالو كاعتراف بالذنب. ميشيل خرجت براءه، ولكن المحكمه ديالها مازال مستمره، ماشي براءه نهائيا. كان المفروض تكون عندها جلسه في 25 ماي اللي فات، ولكن تأجلت بسبب تراكم القضايا وفيروس كورونا، وغادي تحدد لها محكمه ثانيه في 2022. الفرصه ديالها خروج براءه كبيره جدا، ولكن لحد الان مازالش ما لقاو اي اثار لجثه جينيفر. وبعد كل هذا الشيء شنو رايكم في القصه هذه؟ واش كتظنوا ان فوتس وميشيل مورطين في قتل جينيفر ولا لا؟ كتبوا لنا ارائكم وتحليلكم في التعليقات. وبهذا الشكل نكون وصلنا لنهايه قصتنا ديال اليوم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك. الا ما كنتوش مشتركين اشتركوا، ونتلاقاو المره الجايه في قصه جديده. في امان الله.